بطريقه كويسه شويه. اديت مهام معينه في الشغل في الملعب في الاطراف، عن طريق هاني وفتوح. اشتغلنا، زودنا الكثافه اللي موجوده ما بين، كان الاول مصطفى محمد وبعديه كان فيصل، واشتغلنا بطاهر. اعتقد ان حاولنا ان يبقى في انتشار احسن، في فرص، خلق مساحات. الشغل اللي احنا بنتمرن عليه اتعمل بشكل ايجابي في الشوط الثاني. الشوط الاولاني زي ما قلت، التركيز اللي موجود في قلب الملعب، الديفنس والاثنين الديفندرات، المهام بتاعتهم ما كانش فيه جديه في حته ان احنا في جوه ال 18 نشتغل، يبقى في اقوى من كده ونمنع الخطوره اللي موجوده. غير كده، هي دي اللي حصل في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني فيه اشتغلنا كويس، بس بعض هي دي الاخطاء اللي سببت في جونين. لكن الشوط الثاني هي ايجابياتها ان احنا قعدنا انتشار الفرقه تاني. ابتدى في استحواذ، الميس باص اقل من الشوط الثاني. واشتغلنا بشكل ايجابي على الجناح، عن طريق فتوح وهاني وصلاح وطاهر لما نزل الشوط الثاني. لكن انا راضي، على بغض لو النتيجه سلبيه كنت هبقى مبسوط جدا من الشوط الثاني بالذات. فان شاء الله نكمل عليه الماتشات اللي جايه ان شاء الله، زائد لما يكون يجوا اللعيبه اللي ناقصه ان شاء الله. ويمكن حتى اتفاجئت ان في اصابه حصلت في التسخين من حمدي فتحي. يعني برضو الامور، يعني يعتبر قوام التيم كله، يعني اللي شبه اساسي ما كانش متواجد يعني. إصابة حمدي فتحي كابتن، إصابة يعني طويلة ولا بسيطة ولا؟ شد في السمنت الرجل يعني. فهو يعني هو ما حسش بيها غير ان في التسخين. لكن ان شاء الله بسيطه ويلحق ان شاء الله، حتى لو ما لحقش الماتش اللي جاي، بس في الفتره اللي جايه مع كاس الامم ان شاء الله. الشناوي. والشناوي، محمد الشناوي طبعا، اسف نسيته. من ضمن الغيابات، يعني انت عندك غيابات من اول حارس المرمى لحد الاسترايكر.